يا شعبنا من زكاتك ربي يبارك حياتك، قد أثمرت منتجاتك، خير الزكاة صار ملموس، خير الزكاة صار ملموس، بذلك وصل للمساكين والأيادي المستحقين، ونعم بكم يا المزاكين، خير الزكاة صار ملموس. خيرك وصل للمساكين ولا يد المستحقين، وانعم بكم يا المزكين، خير الزكاة صار ملموس. حد منكم يا جماعة لمس حاجة؟ شاف حاجة؟ انت اللي شايف ايه؟ انا عن نفسي انا مش شايف اي حاجة. كلنا مش شايفين. اللي نشوفه بالمواقع غير اللي نشوفه بالواقع. بالواقع نشوف البؤس في وجوه الناس، نشوف الفقر في وجوه العابرين، نشوف أطفال يخرجوا بعد الفجر يجمعوا بقايا الطعام من صناديق القمامة، نشوف ناس يموتوا من الجوع، نشوف نسوان أمام أبوابكم المقفلة ولا أحد منكم يلتفت إليهن أو ينظر في حاجتهن. هؤلاء النساء في مكتب الزكاة دائما يبحثن عن صدقات، ولكن الجنود يمنعون من الدخول إلى المكتب. نشوف ناس كذبتوا عليهم أنكم عتزوجوهم ولبستوهم ملابس عرسان وزينتوهم بالفل والتيجان وصورتوهم في أكثر من ميدان وشولحتوا بهم ملان الدنيا واديتوا لنا الجنان، وبالأخير ما تزوجوش. 8 شهور وحين كلهم طلعان الزكاة، هذا اللي هذا حقه بدكم زوجونا من كذب، مكتب الزكاة محافظة إيه؟ كذابين. خير الزكاة صار ملموس. نشوف مشاريع وهمية، ملابس وهمية، زوائد وهمية، وكل خير تدعونه وهمي. ما فيش حاجة حقيقية إلا حقيقة واحدة، حقيقة أنكم تحملون في قلوبكم كمية هائلة من الحقد والبغض لليمن واليمنيين. ولا لو شي ما تخلي اليمن يموت جنبك من الجوع وتصير تتقبيل بها للشرق والغرب. وبحمد الله وصل خير الزكاة حتى إلى فلسطين، فكانت هناك يعني عدة قوافل أطلقتها الهيئة العامة للزكاة، وكذلك إلى إخواننا في لبنان، وكذلك أيضا أبناء الجاليات الأفريقية وغيرها من الفئات المستحقة للمصارف الشرعية الذي فرضها الله رب العالمين، يعني تجاوزت قرابة 3 مليار ريال. خير الزكاة صار ملموس. يا يقول لي زكاتكم أثمرت، لماذا لا نرى يد العطاء الممتدة من ناحيتكم نحونا كما تزعمون، ونرى أيادي عساكركم وأعقاب البنادق تسوق الناس نحو مكاتبكم أفواجا؟ لا زالوا ضاربونا داخل محلاتنا. هذا مكتب الزكاة، شهدك يا مجد الدين، شهدك يا أبو علي. خير الزكاة صار ملموس. لماذا نرى صاحب البقالة عندما يدفع، وصاحب الصالون وهو يدفع، وصاحب الكشك وهو يدفع، وصاحب الآيس كريم وهو يدفع، ولا نرى يتيما واحدا مكسوا ببدلة من بدلاتكم رغم الكم الهائل من الأيتام الذين خلفتهم هذه الحرب اللعينة؟ خير الزكاة صار ملموس. لماذا نراكم أيها اللصوص حيث تريدون ولا نراكم حيث نريد؟